في السياسة الدولية لا شيء يترك للصدفة. هناك زيارات تمر بهدوء في العلن، لكنها في الخفاء تشعل قاعات الاستخبارات وتربك خرائط النفوذ. زيارات لا تقاس بعدد الكاميرات التي خطتها، بل بعدد العواصم التي سهرت تلك الليلة تحاول فهم الرسالة التي حملتها. وهذه المرة الرسالة خرجت من الجزائر. كانت زيارة بدت بروتوكولية لوهلة. مسؤول بيلاروسي يهبط في مطار هواري بومدين. لقاءات، صور رسمية، تصريحات دبلوماسية ناعمة. لكن خلف هذه المظاهر الهادئة كانت واشنطن تعلن حالة استنفار حقيقي. في البنتاغون دوت الإنذارات الصامتة، والاستخبارات بدأت ترسل تقارير عاجلة في البيت الأبيض تحمل عنوانا واحد: الجزائر تتحرك والشرق يقترب من المتوسط. الوزير البيلاروسي لم يكن مجرد دبلوماسي، بل أحد رجال الظل في نظام كاشينكو، العقل التنفيذي في القصر الرئاسي والذراع السياسي الذي يوقع صفقات لا تعلن في المؤتمرات. رجل يعرفه الروس جيدا ويخشاه الغربيون أكثر. وحين يجلس هذا الرجل وجها لوجه مع الرئيس عبد المجيد تبون في قصر المرادية، فالمشهد ليس مجاملة بروتوكولية، بل توقيع غير معلن على تحالف جديد بين الشرق والجنوب. تحالف يغير قواعد اللعبة في شمال إفريقيا. في واشنطن لم يحتج الأمر أكثر من ساعات حتى عقدت لجان الأمن القومي واجتمعت دوائر الاستخبارات في أفريكوم تسأل: ما الذي يحدث في الجزائر؟ الجواب لم يكن بسيطا، فالتقارير تذكر أن بيلاروسيا حليف روسيا الأقرب في أوروبا الشرقية، أصبحت المصنع العسكري المتقدم لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، وأن الجزائر التي تطور بهدوء قدراتها الجوية تفكر الآن في الانتقال من مرحلة الشراء إلى مرحلة التصنيع المشترك. السيناريو الأكثر رعباً لواشنطن أن تصبح الجزائر أول دولة إفريقية تمتلك قدرة إنتاج جيرانيوم 2، النسخة المطورة من المسيرة الإيرانية الشهيرة شاهد 136، طائرة انتحارية رخيصة دقيقة وفتاكة، تكلفتها لا تتجاوز $2000 ومداها أكثر من 1000 كيلومتر. تلك المعادلة وحدها كفيلة بإرباك كل موازين الردع في البحر الأبيض المتوسط. لكن ما جعل البنتاغون يفقد النوم ليس مجرد الحديث عن الصفقة، بل أدلة ميدانية رصدتها الأقمار الصناعية. 3 طائرات نقل عسكرية ضخمة غادرت قاعدة بيلاروسيا مباشرة إلى الجزائر في رحلات وصفت بأنها ذات حمولة غير تقليدية. وفي نفس الفترة صرحت وزارة الدفاع البيلاروسية علنا بأنها تبحث عن شريك إفريقي لإقامة صناعات دفاعية مشتركة. لم تمر سوى أسابيع حتى ظهرت الصورة كاملة: زيارة رسمية، اتفاقات غير معلنة، ومشاريع إنتاج طائرات مسيرة داخل الأراضي الجزائرية. بهذا المشهد لم تعد الجزائر زبونا في سوق السلاح، بل شريكا في صناعة الردع. التقارير الأمريكية نفسها أقرت بوجود برنامجين جزائريين لتطوير المسيرات، أحدهما للمراقبة والآخر للقتال. لكن دخول بيلاروسيا على الخط يعني قفزة تكنولوجية هائلة، من طائرات استطلاع محدودة القدرات إلى منظومات ذكية قادرة على التشويش والمناورة وضرب الأهداف بدقة شبه صاروخية. وإن تحقق هذا فعلا، فإن الجزائر لن تكون مجرد قوة إقليمية، بل لاعبا يصنع توازنه بيديه. في المقابل، أوروبا الشمالية من المتوسط تنغمس في سباق تسلح محموم. مصانع في إيطاليا تنتج هيرون الإسرائيلية، خطوط إنتاج في اليونان، ومختبرات فرنسية تصمم الآلاف المسيرات خلال بضع سنوات. الهدف واضح: وضع التكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية على أبواب الجزائر. لكن الرد جاء هادئا: إن وضعتم هيرون على حدودي سأضع شاهد 136 المطورة داخل أرضي. توازن جديد يولد في الجنوب، لا بالضجيج بل بالهدوء الماكر. الجزائر تفكر بخريطة أكبر، تدرك أن البحر الأبيض المتوسط لم يعد مجرد حدود بحرية، بل ميدان صراع تكنولوجي بين الشرق والغرب. وفي الوقت الذي تخطط فيه واشنطن لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة في سيرت الليبية بحلول 2026، كان الرد الجزائري واضحا: لن يحاصرنا أحد، لا من الشمال بالدرون الإسرائيلي ولا من الشرق بالوجود الأمريكي، بل نرسم حدودنا بالتحالفات
لا بالأسلاك الشائكة. وحين استقبل الرئيس تبون الوزير البيلاروسي بحرارة واضحة، كان ذلك أكثر من مجاملة دبلوماسية، كان ختما رسميا على مرحلة جديدة من استقلال القرار الجزائري. الجزائر اليوم لا ترفع صوتها، لكنها تغير المعادلات، لا تتحدث كثيرا لكنها توقع التاريخ بصمت. هي الدولة التي لا تحتاج إلى ضجيج كي تثبت قوتها، يكفي أن تتحرك فيتحرك العالم من حولها. وهكذا فهمت واشنطن الرسالة. الجزائر لم تعد في موقع المتفرج، بل أصبحت من يصوغ التوازنات. ومع كل تحرك جديد تتغير خرائط المتوسط خطوة بخطوة، بصمت، بثقة، وبأسلوب لا يشبه إلا الجزائر. شكرا لمتابعتكم لتحليل قناة مشاريع وعالم. لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم تحليلاتنا القادمة، لأن القادم من الجزائر سيكون أعمق وأقوى مما تتوقعه واشنطن.